طب انتوا كنتوا عارفين ان الاكله دي سعرها في بعض المطاعم الكيلو منها يكون من 1300 جنيه ل 1500 جنيه؟ وما تسالونيش ليه، لاني انا مش عارفه. هنجيب بوله وهنضرب بصلايه مع طماطمايه بنص كوبايه ميه وهنحطها في البوله عندنا، وبعدين نحط عليها معلقتين هريسه شطه، شويه صويا صوص، وطبعا شويه عسل ابيض او عسل اسود، وعلى كل ده بقى نحط شويه زيت زيتون، وبعدين طبعا الملح، 7 بهارات، فلفل اسود، رشه جوز الطيب ببشرها ناعم جدا جدا وبحطها على كل ده. اخر حاجه عندي بقى ودي مهمه جدا جدا في تتبيلات الفراخ، اللحمه، السمك، ما بسيبهاش يا جماعه، ما بفوتهاش في اي تتبيله طالما عندي معلقتين حلوين من المستردة، وقلبي بقى تقليبه حلوه ودقيها وادعي. ودول بقى 2 كيلو ريش. عايزه اقول لك الريش وهي من عند الجزار سعرها عادي جدا، يعني اغلى حاجه 450، مجرد ما تتشوي عند الحاتي او تتعمل في طاجن، معرفش ليه السعر بيضرب في 3 اضعاف. تعالوا بقى نعمل من الريش دي احلى وصفه انتوا هتجربوها، ومش عايزه اقول لكم ترجعوا تقولوا لي لا بجد يا فيفا والله برافو عليكي. انا هنا بقى هتبل كل ريش زي ما انتم شايفين كده في كل الخلطه اللي احنا عملناها، اللي هي سهله جدا بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه، ولكنها مؤثره جدا في طعم الريش. هنحط بقى كل كميه الريش اللي عندنا في قلب الصوص اللي احنا عاملينه او التتبيله اللي احنا عاملينها، وقلب بقى كل ده كويس جدا جدا، ونتاكد ان التتبيله وصلت لكل حته ريش عندي. طبعا عايزه اقول لكم الريش ما بتاخدش تسويه خالص، وهي من القطعيات اللي مميزه جدا جدا من اللحمه. قلبتها كلها وتأكدت ان كل التتبيله وصلت لكل الريش. هدخلها بقى عندي هنا التلاجة لمده 2-3 ولو طبعا عايزين او عندكم الوقت تقعدوها طول الليل هيبقى احسن كتير. بصي بقى، عند التسوية هنجيب أتقل طاسة عندنا ونسيبها تسخن كويس جدا لحد ما اجي احط المية الاقيها كور بتجري. هحط شوية زيت زيتون وانزل بقى عندي بالريش بتاعتي، وعلى اعلى درجة حرارة يا جماعة هروح سايبة الريش تستوي عندي وتديني اللون ده. وبرضو هقلبها على الجنب التاني، تقريبا كل جنب بياخد 3 دقايق، يعني دقيقة ونص دقيقة ونص، وبعدين ارجع تاني اقلبها على الجنب ده دقيقة ونص، وبعدين الجنب ده دقيقة ونص. بس هقول تاني على اعلى درجة حرارة، وكل اللي بحطه زيت زيتون وبس. استوت عندي ادتني لون خطير، بس ده مع تسوية. طبعا ممكن جدا تتقدم بالشكل ده ونحط جنبها شوية سلطة طحينة وعيش ورز وكله هيبقى تمام جدا. والكيلو من الريش المشوية يا جماعة على الفحم بيتراوح من 900 ل 1000 جنيه وملناش دعوة خالص. هاجي بقى هنا في الطاسة بعد ما اخلص كل اللحمة عندي واسويها بالشكل ده، احط عندي هنا بصل متقطع جوليان، واحط عليه كمان طماطم متقطعة جوليان، وبعدين عندي هنا الفلفل الحار والفلفل الرومي، هديهم تقليبه كويس جدا. وبعدين في حاجه ما اتصورتش، هي التتبيله بتاعه الريش اللي هي انا كنت حاطه فيها الريش، بحطها على كل الخضار، ما بتبلش الخضار غير بالتتبيله دي. وبعدين ارجع كل الريش اللي احنا سويناها قبل كده مع بعض، وبعدين هغطيها بقى بورقه زبده وكمان فايل، هكون مسخنه الفرن قبلها، هتدخل على الرف اللي في النص لمده نص ساعه تقريبا، وبعدين اكشفها من الورق الزبده والفايل. واتفرجوا بقى على الحلاوه خطيره. كنا مجهزه سلطه الطحينه والعيش البلدي الكتير والسلطه الخضراء، طبعا تقدروا تعملوا جنبها اي حاجه تانية انتوا عايزينها. الطاجن ده اتعمل الساعه 12 بالليل، اتعشينا منه والنهارده هكمل غدا منه. عايزه اقول لكم طبعا اتفضلوا معايا، ولو عجبكم الفيديو طبعا هستنى منكم كومنت حلو من قلبكم ولايك وشير علشان الوصفه توصل لاي حد ممكن يكون محتاجها. وبس كده، بحبكم قوي.